عمرك شفت شباك مكسور؟ طب لما شفته حسيت بإيه؟ أهلا بيك في مساحة فراغ جديدة. خلاص انت عرفت نظامنا، وإذا لسه جديد معانا هات معاك كوباية الشاي وسندوتش الحلاوة وادخل برجلك اليمين. النهاردة شفت شباك مكسور ولفت انتباهي، وقررت أدخل مساحة الفراغ بعيد عن ضجيج الحياة اليومية وأفكر بهدوء. تخيل نفسك ماشي في شارع هادي وشفت محل قديم وشباك مكسور والناس ماشية عادي. في الحياة اليومية مش لازم يبقى فيه مصايب عشان الدنيا تلخبط. أحيانا كل المطلوب شباك مكسور، مشهد صغير بس بيقول للناس المكان ده محدش مهتم بيه. ورقة مرمية على الأرض، عادي، ما هو الشباك أصلا مكسور. حد يسيب العربية راكنة نص متر فوق الرصيف، ما هو في جزء صغير مكسور، خلاص نكمل. حد في وسط الطريق كده وفجأة يقف وما يهتمش بمين اللي وراه. إهمال صغير تمام بيخلق موجة عادي، والموجة دي بتكبر. تعال نضيق الدايرة شوية كده ونبعد عن مشهد المدينة اللي بنشوف فيه، وننزل مثلا لبيئة العمل. مكتب فيه لمبة محروقة بقالها شهر ومحدش صلحها، لوحة كده متعلقة على الجدار ومايلة، برينتر يا عيني بيستغيث وهو شغال وكأنه عبور زلط. في الشغل الشباك المكسور مش شرط يبقى شباك، ممكن يبقى أول مرة يحصل تأخير بسيط، أو ملف مهم محدش لقاله مكان يشيله فيه فسابه على المكتب. ساعتها الناس بتترجم المواقف دي إن عادي، مفيش مشكلة، المهم نمشي الأمور. أول مرة حد يتأخر 5 دقايق عادي، مرة اللي بعدها 30 دقيقة ما يجيش الاجتماع، احنا متفاهمين. بس أوعدك إن بعد شهر الاجتماع يمكن ما يحضروش غير اللي دعا الاجتماع أو المعتادين للحضور عليه. الفكرة ببساطة شديدة إن إهمال صغير يفتح لك باب لفوضى كبيرة في رتم الشغل. طب تعالى يا عزيزي كده نقرب الدايرة أكتر ونفكر في الأهل والصحاب والزملاء. تخيل انت جلسة صحاب عادي جدا، بس واحد دايما بيتأخر، واحد ما بيردش على الرسائل اللي بتبعتوها له، واحد يطلب حاجة ويختفي. في العلاقات الشباك المكسور هو أول موقف صغير بنعديه، أول حد يتأخر تمام ونسكت، أول مرة حد يقلل من التواصل وما ناخدش بالنا، أول مرة حد يعدي حدود صغيرة ونسكت، حد اتأخر ساعة وجه يا جماعة معلش أنا آسف ملقتش مفتاح العربية، هو أصلا ما عندوش عربية، وعادي واحنا نسكت. حد يقول له أنا عندي ظروف والأمور مش أحسن حاجة، يعني صاحب الظروف اللانهائية يعني. الفكرة ببساطة إن علاقاتنا بتتبهدل مش بسبب الكوارث، لا، بس بسبب التفاصيل الصغيرة اللي بنعديها ونقول عادي. تعالى كمان نضيق الدايرة أكتر وتفكر جواك انت، ايه النافذة اللي جوا كل واحد فينا؟ تخيل معايا كده احنا في الفراغ اللي احنا فيه ده، غرفة بسيطة جدا، اوضتك، ما اقصدش اوضتك انت تحديدا يعني، بس الغرفة دي سرير مش مترتب، هدوم يعني مكومة على الكرسي، كوباية منسية تمام ليها زمن، انت متخيل بقى المشهد، تاسكس حاططها على اللابتوب بتاعك او كاتبها او حاططها على الحيطة حتى، كلها متأجلة. الفكرة ان الشباك المكسور الحقيقي هو اول مرة تأجل حاجة بسيطة، اول مرة تتجاهل عادة صغيرة بالنسبة لك، اول مرة تقول لنفسك مش مهم. بعدها تلاقي ان مش مهم دي بقت لايف ستايل، اسلوب حياة. هرتب بعد ما اخلص، انا خلاص هبدأ التدريب من بكرة، ايوه الملاحظة دي والتاسك دي انا هقوم بيها بعد الظهر، وبعد الظهر يبقى بعد اسبوع، وبعد اسبوع يبقى بعد شهر، وبعد شهر يبقى يعني حين ميسرة. اكبر فوضى بتبدأ من اهمال صغير، الاهمال ده
بيبدأ يحصل جواك، دي النافذة المكسورة اللي بتبدأ قبل ما يكون في الخارج. في الآخر يا عزيزي، الشباك المكسور مش عن الإزاز، هو عن أول تفصيلة صغيرة بنقرر نتجاهلها ونتجاوزها. لأن اللي بيكسر الدنيا مش الحاجات الكبيرة، اللي بيكسرها إن احنا نقول مش فارقة. الخلاصة إن احنا كل واحد فينا من وجهة نظري إذا شاف الشباك المكسور ومعالجوش من أول مرة شافه فيه، يبقى الكسر ده هيمتد لكل حاجة في حياته. إذا كملت معايا ما تنساش وانت خارج تاخد كوباية شايك معاك، لأن محدش هيغسل وراك هنا عشان النافذة مكسورة، واقفل باب الفراغ. وانت عرفت خلاص، إذا قدر لنا أن نلتقي في مساحة فراغ أخرى أو لا نلتقي، فالأكيد إن احنا مش هنعرف بعض. سلام عليكم.